عايزه اشارك معاكم حاجه النهارده، بما اني بره كده وقاعده شويه هوا وسطلانه كده حلوه قوي. عايزه اشارك معاكم حاجه. ايه رايكم لو المطر منزلش وقال التلج عشان التلج احلى منه، ولو الورده الحمراء ما فتحتش عشان هي شايفه ان الورده الصفراء احلى منها، ولو الشمس ما طلعتش عشان شايفه ان القمر احلى منها ونورها هادي. ايه رأيكم؟ حاجات كتيرة هتختلف، صح؟ كل حاجة ليه جماله، كل حاجة ليها رونقها، كل حاجة بتختلف عن التاني. ايه رأيكم لو انتوا ما عملتوش او ما قمتوش بالدور اللي انتوا بتحبوه، او ما اشتغلتوش الشغلانة اللي انتوا بتحبوها علشان موجود حد تاني بيعمل نفس الشغلانة دي، هتعملوا ايه؟ لو كل حد فضل يقول انا مش هعمل الشغلانه دي عشان في حد تاني بيعملها احلى مني، او انا شايفاها ان حد تاني بيعملها احلى مني، يبقى محدش هيعمل حاجه. كتير قوي بيجيني الحته دي، حد ريليشن شيب كوتش ويقول لك لا ما انا مش هبقى كوتش علاقات، ما في ناس كتيره وبيعملوا عظمه، بيعملوا حاجات حلوه قوي. طب ما هو يعني انت ليك بصمه وهي ليها بصمه وهو ليه بصمه وكل واحد ليه بصمه. مش هبقى اخصائيه تغذيه عشان ما هو انا هضيف ايه زياده. مش هكون اي حاجه استشاري، ما في استشاريين كتير، في دكاتره كتير، في مش عارف ايه كتير. انت ليك بصمه، انت ليكي بصمه، كل واحد فينا ليه بصمه مختلفه عن بصمه اي حد تاني. انت ناس هتحبك غير الناس اللي هتحب التاني، ناس هتستلطفك والناس مش هتستلطف الناس التانيه. كملي، محدش يقف. مش كمل، لا ابدأوا يا جماعة، ابدأوا واشتغلوا وخدوا خطواتكم، ومع الطريق ومع السكة هتلاقوا ان انتوا ليكوا بصمة مختلفة، وهتلاقوا ان انتوا ليكوا معجبين مختلفين ومتابعين مختلفين. كلنا كان عندنا الشك ده في الاول، كلنا كان عندنا التردد ده في الاول، بس سبحان الله مع الوقت بنلاقي انه لا، انت بتسيبي بصمة واثر مع ناس مختلفين عن الناس التانية. وسبحان الله الاجيال ما بتبطلش، يعني طول ما احنا جيل ورا جيل ورا جيل، في اجيال، يعني في ناس جديدة بتطلع وناس جديدة بتبقى عايزة تسمع ده. فليه لا؟ يلا بينا.